بيبدأ فيلمنا في منطقة عين الصيرة مع ضابط المباحث المقدم رؤوف حمزاوي، وهو رايح يقبض على 4 إخوات اسمهم ولاد رزق. وأول ما بينزل من البوكس بيكلم واحد من السكان اسمه عاطف وبيقول له إن هو اللي قدم البلاغ، وبيطلب منه يجيب له حقه وينصفه. وبيتجاهله رؤوف وبيطلع شقة العيال هو وباقي الضباط، وبيخلي الأمنا يكسروا الباب. وبعد ما بيدخلوا مش بيلاقوا أي حد في البيت، بس رؤوف بيلمح على الترابيزة سيجارة وكوباية شاي، وبيجمع إن العيال لسه موجودين في البلوك. فبيتحرك بسرعة وبيطلع السطوح وبيلمحهم وهم بيهربوا، فبيؤمر النقيب محسن إنه يجري وراهم ويجيبهم له حالا. بعد شوية بينزل الشارع وبيعرفوا عاطف إنه مش هيلحقهم لأنهم حافظين المنطقة أكتر من الشرطة وأكيد خرجوا من الناحية التانية. وبيجي محسن وبيبلغ رؤوف إنهم ما قدروش يحصلوهم، فبيتكلم معاه بطريقة حادة جدا وبينبه عليه ما يتحركش من مكانه إلا لما يجيب قرار العيال دي. وبيلف وبيؤمر السول شفيق يقبض على عاطف ويرميه في البوكس، وبيركب العربية وبيرجع القسم. وهناك بيبدأ رؤوف الاستجواب مع عاطف وبيستفسر منه عن علاقته بولاد رزق، فبيوضح له انه جارهم في المنطقه من زمان ومتربي معاهم. فبيقول له رؤوف مين العيال دول بقى وبيشتغلوا ايه، فبيبلغوا انهم عين اعيان المنطقه واي حد يتمنى يكون منهم. وبالنسبه لشغلهم فابوهم الوسطى رزق الله يرحمه كان اجدع واحد في عين الصيره، وساب 4 عيال مالهمش غير بعض، رضا الكبير وربيع اللي وراها على طول ورجب الوسطاني ورمضان الصغير. ورضا ده بقى ساب التعليم ومسك ورشه الخراطه بتاعت ابوه علشان اخواته ما يتحوجوش لحد، مع انه كان بيطحن فيها ضرب. والورشه برضه رزقها كان قليل. وبنرجع فلاش باك وبنشوف الاسطى مكرم وهو بيدي الرضا يوميته في اخر اليوم، ولكن التاني بيستقل الفلوس وبيلفت نظره انهم ما اتفقوش على المبلغ الصغير ده، فبيأمروا مكرم ياخد ال5 جنيه والا هيعلقوا على باب المحل. وساعتها رضا بيرمي كوبايه الشاي في وشه وبيضربه في كل حته في جسمه، وبيمسكه وبيرميه في نص الشارع وبياخد منه المرتب اللي اتفقوا عليه غصب عنه. وبنرجع لعاطف اللي بيوضح لرؤوف ان رضا كان معلم وشقي جامد علشان الورشه تقف على رجليها، بس معرفش لان الشيله كانت تقيله عليه، فلم اخواته واشتغلوا في الحرام. ولحظتها بنشوف رضا وربيع وهم بيرشوا البنزين حوالين الفراشه بتاعت فرح في المنطقه، وقبل ما يولع النار بيوقفوا رجب وبيبلغوا ان رمضان واقف على المسرح، فبيجري بسرعه وبيروح يجيبه، وبيمشوا كلهم وبيسيبوا النار تمسك في الفرح وفي كل المعازيم. وبعد اللي حصل ده رضا بيجمع اخواته وبيدي لكل واحد فيهم نصيبه في العمليه بالتساوي، وبيطلب منهم يحطوا ايديهم على الترابيزه لانه عاوز يتفق معاهم على شويه حاجات مهمه، وبيشرح لهم انهم هيفضلوا في ظهر بعض واللي هيجي عليهم هيقطعوا له وشه، وعمرهم ما هيرفعوا سلاح على حد ولا هيشتغلوا في الممنوعات، وعلشان ربنا يكرمهم وما يتكلبشوش لازم يسمعوا كلامه وينفذوه بالحرف. وبيلفت نظرهم ان الحوار اللي هم فيه ده مش هيطول كتير، وهيجي اليوم اللي هيأمرهم فيه يبطلوا شغل في الحرام. وكلهم بيوافقوا وبيقولوا امين على كلامه. وبيسمع رؤوف القصه دي كلها وبيستغرب وبيسأل عاطف اذا كان مستخبلهم تحت الترابيزه، فبيفهموا انهم جيران وحبايب وزي الاخوات بالظبط، وهو عارف عنهم كل حاجه، وده لانهم بيتفسحوا مع بعض على طول، ودايما كان بيخرج معاهم هو ورباب اخته وحنان بنت الحاج حسين الله يرحمه. فبيأمروا يجيب من الاخر ويعرفوا العيال دي بتعمل ايه دلوقتي بالظبط، فبيبلغوا انهم عملوا كل الجرائم اللي ممكن يتخيلها، حتى الممنوعات كانوا بيتاجروا فيها، وبيستأذنوا يسيبوا شويه علشان يديله نبذه مختصره عن حياتهم. فبيضحك رؤوف وبيطلب منه يحكي له النبذه، وبيكمل عاطف الحكايه وبيشرح له انهم لما كبروا المصايب كبرت معاهم، وفعلا بنشوفهم هم متنكرين في لبس مرتزقه وداخلين بنك وبيهددوا كل اللي موجودين انهم هيخلصوا عليهم لو ما قعدوش على الارض، وبيخشوا كلهم مكاتب الموظفين وبيسرقوا كل الفلوس وبيهربوا، وبعدها بيرجعوا المنطقه وبيسلموا على عاطف وبياخدوه وبيطلعوا البيت. وكالعاده رؤوف بيتعصب وبيقول لعاطف انه باين عليه كده بيشتغل مع العيال دي او جاي معاهم سكه، وبيستفسر منه عن الحاجه اللي هيختارها علشان يعرف يتصرف معاه. فبيحلف له عاطف انه بيقول الحقيقه ومش بيكذب عليه، فبيزعق وبيساله هو جاب الحكاوي دي كلها منين، فبيوضح له ان رجب اخوهم صاحبه ومثله الاعلى وبيحكي له كل حاجه. فمش بيصدقوا رؤوف وبيهددوا انه هيخلي شفيق يعلقه بظهره على باب المكتب، فبيخاف وبيطلب منه يديله الامان ويحميه من ولاد رزق لانهم ممكن ياخدوا روحه بكل سهوله، والحكومه هتقف تتفرج ومش هتقدر تعمل حاجه، ومش هيسمح لحد فيهم يبص له بطرف عينه. فبيطمن عاطف وبيعرفوا ان ولاد رزق مش بيستغنوا عنه وهو معاهم معظم الوقت تقريبا، لانه بينظف لهم البيت وبيقضي لهم مصالحهم، ولكن عمره ما نزل معاهم في اي عمليه، هو كان بيسمع الخطه بس، وفي الاخر بيدوله قرشين حلاوه اخوه كده يعني، وكله بالحب. وبنرجع لولاد رزق وبنشوفهم هم بيقسموا الفلوس اللي سرقوها من البنك، وبيبلغهم رمضان ان نصيب كل واحد فيهم هيبقى 92,000 جنيه. فبيتضايق ربيع وبيحلف لهم ان البنك ده اكيد في حد سرقه قبلهم، وبيتكلم رضا وبينصحهم انهم يشيلوا 500 على جنب علشان الايام السوداء. فبيرد ربيع عليه وبيفهمه انه هيعمل كده لما يضربوا ضربتهم الكبيره، والتاني بيساله اذا كان في ضربه اكبر من البنك، فبيأكد له ان في حاجات كتير بس الدماغ لسه ما جابتهاش.
الورش. وبعدها رجب بيطلب منهم يدوا لعاطف اي حاجه لانه واد غلبان وبيخدمهم، فبيؤمر رضا كل واحد فيهم يراضيه ب 500 جنيه، وبيلم رجب الفلوس وبيسلمهم لعاطف، وبيطلب منه يحلق دقنه او يربي شعر راسه ويبطل يعمل فيها شبهه كده، والا هو اللي هيغير له شكله بنفسه. فبيعرفوا عاطف انه بيحبه قوي وبيعتبره مثله الاعلى. وبيكمل رؤوف الاستجواب مع عاطف وبيستفسر منه عن الاشخاص اللي بيقعدوا مع العيال دول ويعرفوا عنهم كل المعلومات. فبيشرح له ان ولاد رزق مش بيامنوا لحد غيره، وطبعا في رباب اخته والبت حنان، بس دول من على الوش وهو اللي عنده البهاريس كلها. فبيسالوا عن السبب اللي خلاهم يسرقوا البنك مع انهم اتعهدوا ما يرفعوش سلاح على حد. فبيوضح له انهم يعني مش مبشرين بالجنه، دول عيال حراميه ونصابين عهدوا عهد وخلفوه. فبيطلب منه يحكي له شويه عن حنان، فبيعرفوا انها بنت رخمه وناشفه بس رضا بيعشقها وروحوا فيها. وتاني يوم بعد العمليه بيروحوا كلهم النادي اللي كانوا بيتفسحوا فيه زمان وبيقابلوا حنان ورباب. واول ما بيدخلوا الكافيتيريا رضا بياخد حنان وبيخرجوا يتمشوا وبيصالحها، وهي مش بتهتم وبتفهمه انها عمرها ما هتتجوزه طول ما هو شغال في الحرام كده. فبيوعدها انه هيجي يتقدم لها بعد ما يخلص العمليه الكبيره ويبطل. فبتاكد له انها مستحيل تستنى المده دي كلها، وبتلفت نظره ان امها جايبه لها عريس وهي موافقه عليه وبتسيبه وبتمشي. فبيزعق وبيهددها انه هيخلص على اي حد هيطلع بيتهم. وفي الوقت ده رباب بتسال ربيع هيجي يقابل اهلها امتى علشان يتجوزها، فبيقعد يقول لها اي كلام وبيشرح لها انه هيبقى يعمل كده قريب. وبالليل بيروحوا كلهم الكباريه اللي بيسهروا فيه وبيقابلوا المعلم صقر، وهو بيتكلم مع رضا على انفراد وبيلفت نظره انه واد لعيب وموهوب، وبيطلب منه يجي يشتغل معاه في تجاره الممنوعات. فبيعتذر له وبيوعده انه هيفكر في الموضوع وبيسيبه وبيرجع يقعد مع اخواته. وبعدها ربيع بيسال رضا عن الحوار اللي دار بينه هو وصقر، فبيحكي له انه عاوزهم يشتغلوا معاه في الممنوعات. فبيقول له ربيع وماله، ده حتى العيال اللي بيشتغلوا معاه ماسكين قرش حلو. فبيشخط فيه وبيفكروا بالاتفاق القديم وبيعرفوا ان اللي بيمشي في السكه دي بيغرز وهم مش حمل مشاكل وعاوزين يبطلوا. وفي الاثناء دي بتيجي مكالمه لرؤوف من مأمور اسم مصر القديمه وبيستفسر منه عن السبب اللي خلاه ينزل المنطقه ويدور على اولاد رزق مع ان البلاغ ما كانش في دايرته. فبيعتذر له رؤوف وبيوضح له ان العيال دول متقدم فيهم بلاغ عنده بسرقه قضبان سكه حديد وهو قال يبحث عنهم بطريقته. وبيلفت نظره انه كان بيقوم بالواجب وكان بيساعد كمال بيه رئيس المباحث، فبيكلمه بطريقه حاده وبيأمره ما يعملش كده تاني. فبيتأسف له رؤوف وبيقفل معاه. وبيجي محسن وبيحكي له انهم قلبوا الشقه وما لقوش اي حاجه، وبعدين المعلومات اللي تحت ايده بتقول ان العيال دي مظبوطه ومش حراميه، يعني حوار سرقه قضبان السكه الحديد مش بتاعهم. وبيسكت شويه وبيسالوا عن الشخص اللي قدم فيهم البلاغ، فبيتوتر وبيطلب منه يكمل التحريات عنهم وبيستفسر منه لو في اي معلومات تانية. فبيبلغوا ان رضا ساب المنطقه من فتره وقاعد دلوقتي في بولاق ابو العيله، فبيأمروا يدور وراه ويجيبه له النهارده. وبيرجع لعاطف وبيسالوا عن شغل العيال دول، فبيعرفوا انهم كانوا فاتحين محل موبايلات وسايبر، يعني بيتستروا على جرايمهم، يعتبر غسيل اموال كده، بس هم فشلوا وبعدها بطلوا. فبيستفسر منه لو كانوا كلهم عايشين مع بعض. فبيشرح له ان رضا بقاله فتره مقاطع اخواته وسايب البيت. فبيقول له رؤوف وهو سابهم ومشي ليه. فبيبلغوا انهم كانوا قاعدين في مره بيخططوا العمليه من عملياتهم اللي هي كانت السبب في المصيبه الكبيره، ولكن قبل ما يكمل كلامه هيحكي له حاجه صغيره ليها علاقه برضا. وبيعدي كام يوم وبيعرف رضا ان في عريس جاي يتقدم لحنان، فبياخد اخواته وبيطلعوا لهم وبيستناهم رجب وبيقف عند المدخل علشان لو حصل قلق. وبيكسر رضا الباب وبيمسك العريس من قفاه وبيرميه بره هو واهله، وبيتكلم مع حنان وبيحلف انها مش هتتجوز حد غيره والا هيخلص عليها. وهي بتاكد له انها بتحبه وعاوزه تتجوزه بس لما يبطل شغل في الحرام ويبقى راجل محترم كده وملوي هدومه. وبيسمع كلامها وبينزل الشارع وبيعمل نمره في المنطقه وبيقول للناس ان حنان بنت الحاج حسين تخص، واي ذكر هيتشقلب ويتدحرج او دماغه توز ويروح نواحيها هيقطع له وشه. وبيقول امين وبيشهد ربنا على الكلام. وبياخد اخواته وبيمشي. ولما بيرجعوا البيت بيبداوا شغل على العمليه الجديده. وبيتكلم رجب مع رضا وبيعرفوا ان المكان اللي هيروحوه كبير وملوش زي، هو من فوق كباريه ومن تحت مليان بجميع انواع المحرمات. وبيبلغوا عاطف انه مشهور باسم مكنه الشيطان. فبيسالهم رضا وهم هيخشوا المكان ده ازاي بقى. فبيوضح له ربيع ان البت اللي مسيطره هناك اسمها هايدي، وهي بتاخد اي زبون غني وبتنزل بيه على تحت، وهو اتعرف عليها وكل دماغها وقال لها ان اسمه سمير. وبيشرح له ان الكباريه ده بيكون زحمه جدا في اخر الاسبوع وهم هيبقوا ابطال لو قدروا يضربوه يوم السبت بالليل لانه بيكون مليان فلوس. وفعلا تاني يوم بيروحوا كلهم المكان علشان يعينوه. وبيدخل رضا وربيع وبتاخدهم البت وبتنزلهم تحت، وبيتفرج رضا على شكل الكباريه وبيرسم خريطته في دماغه وبيفضل يعد في الجردات. وفي نفس الوقت ده رمضان ورجب بيقفوا في اماكنهم وبيتدربوا على اللي هيعملوه. وبعدها بيتجمعوا كلهم وبيشرح لهم رضا ان المكان ده عوق وصعب قوي، هو ما فيهوش كاميرات بس هيلاقوا مليون عين عليهم. فبيطلب رمضان منه ما يعقربش الموضوع وبيأكد له انها تتحل. فبيستفسر منهم عن الطريقه اللي هيدخلوا بيها السلاح. فبيرد ربيع وبيستأذنه ويسيب له القصه دي. فبيفترض رضا انهم فعلا عرفوا يدخلوا
شالوا السلاح ونزلوا خدوا الفلوس وثبتوا التيران اللي تحت. فبيسالهم هيخرجوا ازاي بالحاجه دي من وسط الجردات اللي فوق. فبيضحك ربيع وبيلفت نظره ان العيال دي بتقلب ارانب بعد اول طلقه بتتضرب في الجو. وفي يوم العمليه بيوصل رضا وربيع للكباريه وبيروحوا يقعدوا على ترابيزاتهم، وبتنزل لهم ازازه المشروبات الكحوليه اللي فيها السلاح. وبعد شويه بتجيلهم البنات وبيفضلوا يهزروا معاهم وبيتعاملوا بشكل طبيعي. وقتها رجب ورمضان بيقعدوا على ترابيزات القمار وبيستنوا الاشاره. وبعد دقايق ربيع بيستغل ان هايدي مشيت وبياخد الازازه وبيفتحها وبيطلع منها المسدس، وبيقوم هو ورضا وبيعدوا من قدام رمضان، وبتكون دي الاشاره، وبيكملوا في طريقهم وبيعملوا نفسهم عايزين يخشوا الحمام وبيدخلوا صاله القمار بالغلط. وبتبقى دي الاشاره بتاعت رجب. ولحظتها بنشوف رضا وهو بيشرح الخطه قبل يوم العمليه، وبيقول لرجب انه اول ما يدخل الصاله هتبتدي المشكله. وفعلا رجب بيستناهم يخرجوا وبيشد مع الناس اللي بيلعبوا معاه، وبيجي له المدير وبيهديه، بس هو مش بيهتم وبيشتبك معاه هو كمان. فبيضطر يطلب له الامن وبيطرده بره. وبيكمل رضا الخطه وبيعرف رمضان انه هيزاول الموظف اللي بيغير الفلوس وبعد كده هيستناه عند البار. وعلى الناحيه التانيه رضا بيروح يقف عند الجارد بتاع اوضه الخزنه وبيطلب منه يوسع شويه علشان يخش الحمام. فبيعتذر له ربيع وبياخد رضا وبيفوقه. ومره واحده رضا بيمثل انه سكران وبيطلع فلوسه وبيرميها على الارض. فبيخرج الحارس وبيديله الدولارات اللي وقعت منه. وفجاه بيلاقي مسدس رضا على دماغه وبيأمره يسكت خالص ويدخلهم الغرفه من غير دوشه والا هيفرتك له دماغه. وبياخد ربيع القفل منه وبيقفل الباب. والتاني بيخاف وبيطلب من زمايله يفتحوا باب الاوضه، وبيخشوا هما الاتنين وبيربطوا الموظفين وبيلموا الفلوس كلها في الشنط. وقبل ما يتحركوا بيجي المدير وبيلاحظ ان الموظفين مش موجودين، فبيجري بسرعه وبيروح ينادي على باقي الجردات. وبنرجع ليوم شرح الخطه وبنشوف رضا وهو بيقول لرجب انه هينفذ اللي اتفقوا عليه بعد 10 دقايق من خروجه من الصاله. وبيلف وبيعرف ربيع انهم لازم يدخلوا ياخدوا الفلوس ويخرجوا في 10 دقايق بالظبط. وفي اوضه الخزنه ربيع بيسال رضا عن الوقت اللي فاضل لهم، فبيرد بان لسه معاهم 5 دقايق وبيأمره يكمل بسرعه. فبيسمع الكلام وبيلم باقي الفلوس وبيخرجوا هما الاتنين. وبيطلع رضا وبيضرب طلقتين في السقف وبيهدد كل الجردات انه هيخلص عليهم لو اتحركوا، وبيشتمهم وبيقول انه عاوز كبير المكان ده علشان يخرج. وفعلا بيجيله الشربيني صاحب الكباريه وبيتكلم معاه بكل برود وبيفهمه ان مفيش حد في الدنيا يقدر يسرقه ويمشي عادي كده. وبيلفت نظره منهم شويه عيال عبط وفشله. وبيتحداه رضا وبيقول له انه هيخرج من هنا من غير ما ينهي حياه حد. فبيضحك شربيني وبيأكد له ان الوفاء عنده اشيك من ان شويه عيال زيهم يجوا ياخدوا الفلوس ويمشوا كده. وبيعقله وبيطلب منه يسيب الشنط ويشرب له كاسين وبيوعده انه هيسامحهم. وبيقرب منه وبيروح يهديه. وساعتها ربيع بيؤمر رضا يخلص عليه فورا ومش بيهتم شربيني وبيفضل يستفزه. وفجأة بيظهر واحد من الجردات وبيضربه وبيوقع منه السلاح. وفي الأثناء دي الشربيني بياخد الشنط وبيرجع مكتبه. ومرة واحدة كل الحراس بيدوروا الضرب في الثلاث اخوات وبتحصل بينهم مواجهة شرسة جدا. ولحظتها 2 من الجردات بيهجموا على رمضان وبيجرحوه في عينه، ومش بيقدر رضا وربيع ينقذوه لأنهم بيتضربوا هما كمان وبيتعمل عليهم كماشة. وقتها رجب بيقعد في عربيته في الجراج وبيفضل مستني ال10 دقايق لحد ما ينتهوا. وأول ما بيخلصوا بيشغل العربية وبيكسر الحيطة وبيخش المكان وبيضرب نار على الأمن وبياخد إخواته وبيهربوا بسرعة. وبعد اللي حصل ده رضا بيبلغ ربيع إنهم مش هيكملوا في السكة دي تاني لأن عين رمضان اللي راحت تعتبر الناهية. ومش بيعجبوا الكلام وبيفهموا إنهم طول عمرهم بيشتغلوا الشغلانة دي ومش بيعرفوا يعملوا حاجة غيرها. فبيكلموا رضا بكل برود وبيشرح له إنهم خلاص بطلوا. فبيتعصب وبيسأله هيشتغلوا إيه يعني. فبيشخط فيه وبيقول له إنهم هيفتحوا ورشة أبوهم وبينبه عليه ما يفتحش معاه الموضوع ده تاني وبيسيبه وبيمشي. فبيزعق ربيع وبيعرفه إن هو السبب في المصيبة دي لأنه كان معاه السلاح ومرضيش يضرب الراجل. وبيشاهد إخواته على الكلام وبيحكي لهم إن رضا عايزهم يشتغلوا ميكانيكية في الورشة. فبيرد رضا عليه وبيفكروا إنهم حالفين على مصحف واتفقوا إنهم لما يقول هيبطلوا يبقى فركش وهيبطلوا كلهم. فبيهديه رجب وبيوضح له إنهم لازم يحوشوا لهم قرشين قبل ما يعملوا كده وبعدين يبقى يفتحوا مشروع ولا حاجة. وساعتها ربيع بيأكد له إنه مش هيبطل لأنه مش هيشتغل صبي في الورشة ولا هياكل من الأرض. وبينصحه ينسى كل الكلام الفارغ اللي بيقوله ده لأنه ملوش فايدة. وبيلفت نظره إنه فاهم كل حاجة وعارف هو عاوز يبطل ليه لأنه هيتجوز حنان، أما بقى هو فما عندوش حنان. وبيسمع رضا الكلام ده كله وبيفضل ساكت. وفي آخر اليوم بيلم هدومه وبيسيب البيت وبيمشي. وبعدها بيروح لحنان وبيتجوزها. وبيعدي كام يوم وبيروح ربيع واخواته للمعلم صقر علشان يشتغلوا معاه في تجارة الممنوعات. وهو قبل ما يسلمهم الشغل الجديد بيعرفهم إن في واحد دخل مكانه وعاوز يستعماه ويسرقه. وفي اللحظة دي كل الرجالة بيتلموا حوالين محمود المساعد بتاعه وبيأيدوا حركته وبيجيبوا المنشار وبيفصلوا ايده عن جسمه. وبعدها صقر بيبلغ ربيع انه هيلعب قلب هجوم وهيبقى الريس في العملية الجاية. وبيشرح له انه هيستلم البضاعة بكرة هو ورجب وواحد من رجالته اسمه زينهم وبعد كده هيجيبوها له هنا. فبيتكلم رجب وبيسأله عن دور رمضان في الطلعة دي. فبيوضح له ان رمضان هيريح المرة دي وان زينهم عارف السكة كويس وهيسد. وبيوافق ربيع على كلام المعلم وبيقول امين
امين. وتاني يوم ربيع ورجب بيستلموا البضاعه بشكل طبيعي وبيركبوا العربيه وبيمشوا، وفي الطريق بيلمحوا لجنه قدامهم فبيلفوا وبيرجعوا بسرعه وبيشوفهم الضباط وبيطردوهم، وبيفضل رجب يجري منهم لحد ما بيقف عند المزلقان ومش بيقدر يعدي بسبب القطر، وبتوصل الشرطه وبيضربوا عليهم نار وبيأمروهم يسلموا نفسهم. فبيخاف ربيع وبيقرر يسيب الحاجه وبياخد رجب وبينط في القطر وبيهربوا. ولما بيرجعوا البيت بيفضلوا يتصلوا برمضان لغايه ما بيرد صقر عليهم وبيبلغهم انه احتجز اخوهم وبيأمرهم يجوا فورا والا هيخلص عليه. وهناك ربيع بيأكد له انه هيرجع له الحاجه بتاعته وبيطلب منه يسيب اخوه الصغير، وهو بكل برود بيرفض وبيقول له لا. فبيتعصب ربيع وبيحلف انه مش هيطلع من المخزن الا لما ياخد اخوه، ومش بيقدر يكمل كلامه لان رجاله صقر بيضربوه على رجله وبيوقعوه على الارض. وبيقوم صقر وبيعرفه ان البضاعه تساوي 2 مليون وهو مش بيحب يأخر فلوسه اكتر من اسبوع، ولو المبلغ ما رجعش في خلال المده دي هيسلمهم رمضان قطع. وبيسمعوا الكلام هما الاتنين وبيمشوا، وبعدها بيروحوا الرضا وبيحكوا له القصه كلها. فبيسألهم لو معاهم اي فلوس، فبيبلغهم رجب ان كل اللي معاهم يسوى 250 مليون وبيطلب منه يساعدهم علشان يكملوا المبلغ. فبيفهمهم انه بطل الشغلانه دي خالص وما بقاش يعرف ينفذ ولا يخطط. وفجأة بيزعق وبيشرح لهم انه راجل متجوز وجاي له عيل في السكه ولازم يربيه، وبيسيبهم وبيدخل اوضته وهما كمان بياخدوها من قصرها وبيمشوا. وفي الاثناء دي حنان بتكون سامعه الحوار كله وبتستفسر منه اذا كان بيفكر ينزل ويسرق معاهم تاني. فبيقول لها انه تعبان ومش عاوز يرجع للشغل في الحرام، بس هو برضه مش قادر يتفرج على اخوه وهو بيتوفى. وبالليل بيرجع رضا الشقه وبيحلف هو واخواته على المصحف انهم هيبطلوا بعد ما ينقذوا رمضان، وبيشرح لهم انهم بالشكل ده لازم يخططوا العمليه وينفذوها ويكون معاهم 2 مليون في اقل من اسبوع، ودي حاجه عمرها ما حصلت قبل كده. فبيتكلم رجب وبيلفت نظره انهم اكيد مش هيغلبوا طول ما هو جنبهم، المهم بس انه يفكر كويس. وبيعدي كام يوم وبنشوف رضا وربيع وهما مستنيين عربيه نقل الفلوس والذهب تحت الدائري، واول ما بيلمحهم رضا بيكلم رجب في التليفون وبيأمره يتحرك بسرعه. وفعلا بيشغل رجب عربيته وبيروح لهم وبيخبط عربيه الشركه وبيقلبها، وبينزل ربيع وبيثبت الموظفين بسلاحه وبيولع رضا في الخزنه وبيفتحها وبيسرقوا كل الشنط اللي فيها وبيركبوا عربياتهم وبيهربوا. ولما بيرجعوا البيت رضا بيقترح عليهم يروح يتكلم مع صقر ويهديه شويه لحد ما يعرفوا يتصرفوا في الحاجه اللي معاهم. فبيرفض رجب وبيوضح له ان صقر راجل مجرم وبينشر رجالته، يعني مستحيل يوافق. وفي الاثناء دي بيجي واحد من رجاله صقر وبيبلغهم ان المعلم باعت لهم هديه وبيديهم علبه سجاير وبيمشي، وبعد ما بيفتحوها بيلاقوه سايب لهم صباع رمضان. وفي نفس اليوم بيروح رضا يقابل صقر في المخزن وبيسلموا الذهب وبيعرفوا ان ثمنهم يساوي 2 مليون تقريبا، وبيطلب منه يخليهم عنده اسبوع لحد ما يجيب له باقي المبلغ. ومش بيهتم صقر وبيأمره يشيل الحاجات دي وبيشرح له انه مش محتاج الفلوس، هو بس عاوز الممنوعات بتاعته. فبيستغرب رضا وبيوضح له ان البضاعه اتحرزت، فبينفي صقر كلامه وبيحكي له ان في عينه من حاجته جات له من كام يوم مع واد ديلر اسمه تربه، ولما دور ورا الموضوع بطريقته اكتشف ان في ضابط سرق الممنوعات وبيبيعها لحسابه، والمطلوب منه دلوقتي هو انه يلم باقي اخواته ويجيب له البضاعه علشان يقدر يسلمها للتاجر في الميعاد. فبيوافق رضا. وبالليل ولاد رزق بيفضلوا مراقبين تربه وبيشوفوه وهو بيستلم البضاعه من الضابط وبيكتشفوا انه شايل الممنوعات في شنطه العربيه، واول ما بيتحرك بيمشوا وراه لحد ما بيرجع بيته. وتاني يوم بيكملوا مراقبتهم ليه وبيعرفوا انه بيسيب البضاعه وعربيته في القسم طول اليوم. وفي البيت رضا بيشرح لاخواته ان الضابط بقاله يومين سايب عربيته في القسم وبيركب تاكس، وبيستفسر منهم عن السبب اللي يخليه يعمل كده. فبيوضح له رجب ان العربيه ممكن تكون عطلانه، فبيقطع ربيع كلامه وبيفهم رضا ان دخول القسم مجازفه هما مش قدها، فبيشخط فيه وبيأمره يسكت خالص علشان يقدر يفكر. والتاني بيتعصب وبيلفت نظره انه زهق من جو المرياسه اللي هو عايش فيه ده، ومره واحده المشكله بتكبر وبيفضلوا هما الاتنين يزعقوا لبعض. وفجاه بتيجي صاحبه ربيع القديمه وبتساله هو بيتهرب منها ليه ومش بيرد على مكالماتها، فبيعمل نفسه ما يعرفهاش وبيطردها من الشقه. وساعتها رباب بتفتكر ربيع بيخونها وبتشتبك معاه وهو بيتضايق وبيضربها هي وعاطف. فبيعيط عاطف وبيعتذر لرضا وبيقول له انه هيروح القسم وهيعمل محضر، وبتخلص الحكايه على كده. وبيتكلم عاطف مع رؤوف وبيشرح له انه عمل فيهم المحضر بعد ما ضربوه هو واخته، فبيأمره رؤوف يلم حاجته ويروح لامه. فبيفرح عاطف وبيمشي، بس فجاه بيرجع تاني وبيعتذر له وبيلفت نظره انه نسي يقول له اخر جزئيه في الحكايه، وبيبلغه ان ولاد رزق عملوا خطه واتفقوا انهم هيسرقوا شنطه الممنوعات من العربيه على الساعه 10 الصبح، يعني هي كده المفروض راحت. وهو بيتوتر وبيعمل نفسه بيتكلم مع حد مهم في التليفون ومضطر يروح يقابله، وقبل ما يخرج من المكتب بينبه على عاطف ما يتحركش من مكانه الا لما يرجع له، وبيسيبه وبينزل يطمن على البضاعه. واول ما بيفتح الشنطه بيلاقي الممنوعات في مكانها، ولكن بيجي رضا من جنبه وبيصارحه وبيعرفه ان اسمه رضا رزق، وبيلفت نظره ان الواد اللي فوق ده رغاي وكذاب وبيعزف في الفاضي، والامانه بتقتضي انه يقول له على الحوار الصح. وبيحكي له ان الواد اللي فوق يبقى رجب اخوه وعامل فيه
فيها عاطف. وبنرجع فلاش باك وبنشوف رجب وهو بيوضح لرضا ان الضابط ممكن يكون سايب عربيته في القسم لانها احتمال تبقى عطلانه، فبيقطع ربيع كلامه وبيفهم رضا ان دخول القسم مجازفه هما مش قدها، فبيشخط رضا فيه وبيأمره يسكت خالص علشان يقدر يفكر. فبيعتذر له ربيع عن المشكله اللي حصلت وبيبوس راسه وبيحلفه برحمه ابوه ما يبقاش شايل اي حاجه في قلبه من ناحيته. فبياخده رضا في حضنه وبيأكد له انه مش زعلان منه، وبيفرح رجب وبيطلب من الكبير يخطط لهم بقى. فبيشرح لهم رضا ان الضابط لازم يجي يقبض عليهم في البيت، ولما يوصل هيلاقي الواد عاطف مستنيه تحت فهيمسكه وهيطلع بيه على القسم. وبعد كده عاطف هيقعد يحكي معاه في حواديت، والغرض من الحكاوي دي هو ان الضابط يقلق، ولما يخاف هينزل يطمن على البضاعه في شنطه عربيته وساعتها اللغز هيتحل. فبيستغرب رجب وبيأكد له ان عاطف عيل اهبل وبرياله ومش هيقدر يخلي الضابط يقلق. فبيضحك رضا وبيعرفه ان هو اللي هيبقى عاطف، وبيكمل كلامه وبيقول له انه هيروح لعم شكري وهيخليه يطلع له بطاقه مضروبه باسم عاطف، وبعد كده هياخد البت رباب وهيعمل في الاسم محضر تعدي بالضرب ضد ربيع. والصبح عم سرور هيقابل الصول شفيق وهيسخنه، وطبعا الراجل هيسمع الكلمتين دول وهيخاف وهيبلغ الضابط، وقبل ما الشرطه توصل هيهربوا كلهم من المكان، والضابط مش هيلاقي قدامه غير رجب اللي هيفضل يوديه ويجيبه لحد ما هم يجهزوا. وبالليل ربيع بيروح لعم سرور وبيديله بدله امين الشرطه وبيحفظه الكلام اللي هيقوله. وتاني يوم الصبح سرور بيقابل شفيق وبيحكي له ان في محضر اتعمل عندهم امبارح في عيال اسمهم ولاد رزق، وبعد ما عملوا تحريات عنهم اكتشفوا انهم راصدين رؤوف حمزاوي. وبيسمع رؤوف القصه دي كلها وبيضحك وبيسأل رضا عن اللي هيعملوه بعد كده، فبيكلمه بطريقه لطيفه وبيشرح له انه محتاج يسلم الممنوعات للمعلم صقر علشان ينقذ اخوه اللي متاخد رهينه. فبيرد عليه بكل برود وبيستفسر منه عن الشخص اللي هيسلمه الحاجه، فبيوضح له رضا انه هيسلمه البضاعه بالذوق والا هتحصل له مشاكل في الوزاره. فبيمسكوا من رقبته وبيعرفوا انه هيعلقهم على باب القسم وهيلبسهم قضيه ممنوعات. فبيهديه رضا وبيحكي له انه مصوره هو والمصلحه وتربه، ده غير انه بيسجل الحوار اللي داير بينهم دلوقتي صوت وصوره، وبيفهمه انه بيعمل كده علشان يحمي نفسه هو واخواته مش اكتر. وبيقول له انه عنده خطه حلوه هتكسبهم كلهم، وهي انه هياخد الممنوعات منه وهيديها لصقر، وبعد ما يخرج من عنده هيكبس هو عليهم وهيقبض على الراجل، وساعتها البضاعه هتبقى بتاعته وهيعمل فيها اللي هو عايزه. فبيوافق رؤوف على الفكره وبيخلوا الضباط يسيبوا رجب، وهو بينزل وبيركب العربيه مع رضا وبيمشوا. وفي نفس اليوم رضا بيروح المخزن عند صقر وبيديله الممنوعات وبياخد رمضان، وبيلفت نظره انه رجع له اخوه ناقص مع انه سلمه حاجته كامله. فبيوضح له صقر انها كانت غرامه تاخير مش اكتر، وبيطلب منه يصفي قلبه كده وما يبقاش وحش. فبيضحك وبيدعي له بطوله العمر وبيمشي هو واخواته. وبعد شويه بيوصل رؤوف وبيقبض على صقر ورجالته. وبعد فتره محسن بيعمل تحرياته عن صقر وولاد رزق وبيكتشف ان رؤوف ضابط فاسد وبيتاجر في الممنوعات، فبيأدي واجبه وبيبلغ عنه في الوزاره، وبعدها بيصدروا قرار بفصله من الخدمه. وبعد 4 سنين بنشوف ولاد رزق وهم في كازينو في فندق، وبيفهمهم رضا ان طول ما هم مع بعض مستحيل حد يقدر يخش بينهم، وبينبه عليهم ما يتصرفوش من دماغهم تاني، وبيأمرهم يتحركوا بسرعه علشان يبداوا شغلهم. وبيمشوا كلهم وبيروحوا اوضهم، وقبل ما رضا يدخل اوضته هو وربيع بيطلب من رمضان يستعد هو وباقي الرجاله وينزل يجهز الحاجه لوحده ويستناهم لغايه ما ييجوا. وقتها رجب بيعرف عاطف انه بيحبه قوي وجايب له شورت هديه وبيطلعه من الدولاب وبيديهوله. وعلى الناحيه التانيه بتوصل عربيتين للفندق وبينزل منهم رجاله كتير وبيطلعوا الدور اللي فيه اوض ولاد رزق، وبيتقسموا مجموعتين وبيدوروا عليهم. وفي الوقت ده ربيع بيطمن رضا وبيأكد له ان كل حاجه هتبقى كويسه. وفجاه بيدخل عليهم 2 من افراد العصابه فبيشتبكوا معاهم وبتحصل بينهم مواجهه شرسه جدا، وبعد شويه بيضربوهم وبيقدروا يهربوا منهم، وبيتحركوا بسرعه وبيروحوا اوضه رجب وعاطف وبيبلغوهم ان الناس وصلوا وبياخدوهم وبيجروا كلهم، والتانيين مش بيسيبوهم وبيفضلوا يطاردوهم لحد ما بيمسكوا عاطف وبيحتجزوه، وبعدها بياخدوه لصاله ملاكمه وبيفضلوا مستنيين السفير كمال لحد ما بيجي. واول ما بيوصل بيتكلم مع راجا المساعد بتاعه وبيساله عن اللي عمله مع اولاد رزق، فبيبلغوا انه عرف يحتجز واحد منهم اسمه عاطف وانه حطه دلوقتي على جهاز كشف الكذب وقريب قوي هيقدر يجيب باقي العيال. وبيدخل كمال وبيكشف عن وش عاطف وبيطلب منه يقول كل حاجه يعرفها بسرعه ومن غير هري كتير، والتاني بيصرخ وبيأكد له انه مش هيتكلم ومستحيل يبيع ولاد رزق، وبيلفت نظره انهم هيجوا وهيطربقوا المكان ده على دماغهم. وساعتها راجا بيضربه بالبوكس وبيشتمه وبيأمره يسكت خالص، وبيبدأ كمان الاستجواب وبيستفسر منه عن مكان ولاد رزق، فبيشرح له انهم ممكن يكونوا سافروا وراحوا مرسى مطروح او شرم الشيخ، وبيبص كمان على الجهاز وبيلاقيه هينفجر من كتر الكذب، فبيدي الاشاره لراجا وبيأمره يتعامل مع الواد وهو ما بيسميش وبيديله بالبوكس في وشه. وبيكمل كلامه وبيسأله عاطف عن علاقه رؤوف حمزاوي بولاد رزق، فبيوضح له انهم اساسا ما كانوش يعرفوه، بس لما هو سرق البضاعه من المعلم صقر اضطروا يشتغلوه ويعملوا عليه نمره، وبعد كده كل واحد راح لحاله لحد ما في يوم حصلت مفاجاه ما كانوش يتخيلوها. وبنرجع فلاش باك وبنشوف رؤوف وهو رايح يقابل ولاد رزق وبيبلغوا
بيبلغهم انه اتفصل من الشغل، وبيطلب منهم ينسوا اللي فات ويفتحوا صفحة جديدة علشان يقدروا يشتغلوا مع بعض. وبيلفت نظرهم انه عارف كل حاجة وفاهم انهم مفلسين ومش معاهم فلوس، وبيحكي لهم انه بيقع تحت ايده مصالح كتير ممكن يطلعوا منها بملايين، يعني هي عملية او 2 وهتبقى اتعشت وكل حي هيروح لحاله. وبيعرض عليهم يساعدوه ويشتغلوا معاه، ولكن رضا مش بيوافق، وبيأكد له انهم بطلوا يشتغلوا في الحرام وبيطردوا بالذوق. فبيعرفوا ان رقمه مع رجب، وبينصحوا يفكر في الموضوع كويس ويكلمه، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها رضا بيشرح لهم انه مش موافق على عرض الراجل لانه ممكن يكون عامل لهم كمين. فبيرد رجب عليه وبيأكد له انه رؤوف مش بيكذب. وبيتكلم ربيع وبيوضح له انهم متكحرتين ومش معاهم فلوس، وبيفكروا لما اتهانوا واتذلوا علشان يعالجوا ابنه لما تعب السنة اللي فاتت. وبيقطع رمضان كلامه وبيلفت نظره انهم مش معاهم شهادة ولا حتى صنعة تشغلهم، وبيقترح عليه يعملوا عملية ولا 2 مع رؤوف ويحوشوا لهم قرشين، وبعد كده يبقوا يفتحوا لهم مشروع يكسبوا منه بالحلال. وبيطمنوا ربيع وبيقول له ان كل حاجة هتبقى كويسة ما دام ظهرهم في ظهر بعض. وبالليل بيروحوا يقابلوا رؤوف في البنزينة بتاعته وبيبلغوه انهم موافقين على عرضه، وهو بيفهمهم انهم فعلا عيال حريفة بس بيلعبوا في الشارع، وهو بقى هياخدهم وهيخليهم يلعبوا في الاستاد. وبيشرح لهم انهم هيسرقوا رجل اعمال اسمه فؤاد جمال الدين، والراجل ده بيعمل حفلة في القصر بتاعه كل شهر وبيعزم فيها كل كبارات البلد، وفي نفس اليوم في قاعة تانية بيعمل مزاد على المستخبي كده وبيبيع فيه آثار وأنتيكات مسروقة بملايين الدولارات. وبيقول لهم إن المزاد اللي جاي هيكون فيه طقم مجوهرات للملكة نازلي عامل حوالي 4 مليون دولار، ولو عرفوا يسلكوه هو هياخده منهم وهيبيعوا لزبون تبعه ب1,600,000 دولار. فبيفهموا ربيع إنهم هيحتاجوا يبصوا على الفيلا الأول قبل العملية، فبيوضح له إن معاينة البيت قبلها صعبة جدا، وبيلفت نظرهم إن الحفلة مش مهمة خالص والمشكلة الحقيقية في المزاد، ومفيش غير سكة واحدة لدخوله وهي نانسي، والست دي تبقى الدراع اليمين لفؤاد، وهي الوحيدة اللي معاها قائمة المعازيم بالباركود بتاعهم. فبيسألوا رضا وهم هيعرفوا يجيبوا البت دي منين، فبيحكي له انها بتظهر في مكان اسمه بلاك ويدو كل يوم 3، وكل فترة بتتعرف لها على واحد من هناك علشان يقضي معاها الاسبوع وبعد كده بترميه، والمطلوب منهم هو انهم يخلوا واحد فيهم يرتبط بيها ويسرق منها الباركود. وفعلا تاني يوم بيوصلوا كلهم للمكان وبيلمحها رضا وهي جاية، وبيروح لها هو وربيع ورجب وبيحاولوا يتكلموا معاها، بس هي مش بيعجبها الكلام وبتعجب برمضان الصغير وبتقعد معاه وبتتعرف عليه. وبعدها بيتجمعوا كلهم في الحمام وبيشرحوا لرمضان الخطة اللي هيعملها علشان ياخد الباركود، وهو بيكون متوتر ومش عارف يعمل حاجة، فبيديله رجب برشامة منوم وبيأمره يحطها لها في العصير بتاعها، وبعد ما تنام يبقى يسرق الباركود براحته. وبالليل رمضان بيروح مع نانسي العوامة بتاعتها وبيحط لها البرشامة في العصير، وبعد شوية بتدوخ نانسي وبيغمى عليها، فبيستغل الفرصة وبيفتح تليفونها وبيصور الباركود وبيبعته لرضا. وبتعدي كام ساعة وبيشرح لهم رضا ان العملية دي مليانة مشاكل ومش سالكة، ده غير انهم هيحتاجوا يخشوا القصر بال4 مليون. فبيوضح له ربيع انهم ممكن ياخدوا معاهم فلوس مضروبة ومحدش هيعرف حاجة، فبيفهموا ان المبلغ كبير قوي ومش هيجي بالساهل، ده غير ان تمنهم هيبقى غالي جدا. وبيلفت نظره انهم مستحيل يكلموا عباس الجن، فبيهديه ربيع وبيعرفوا ان حواره القديم مع عباس خلص من زمان، فبيقول له ان الواد ده بتاع مشاكل ولو اشتغلوا معاه حياتهم هتكون معرضة للتهديد، فبيطلب منه يفكر في الموضوع وبعدين يقرر. وبيعدي كام يوم وبيروحوا يقابلوا عباس في القصر بتاعه وبيشوفوا عينة من الفلوس بتاعته، وبعد ما بيتأكدوا انها شبه الأصلية بالظبط بيبلغوا ربيع انهم عاوزين 4 مليون دولار، فبيأكد لهم ان كل حاجة هيحتاجوها هتكون موجودة، وبيعرفهم ان المليون ب200,000 والسعر ده ما بيطلعش غير للحبايب. فبيتكلم رضا وبيقول له انهم هيدوا له جزء من المبلغ دلوقتي وبعد العملية هيسلموه الباقي، فبيوافق عباس. وفي آخر الشهر بيستعدوا للعملية وبيشرح لهم رضا الخطة كلها، وبيأكد على رمضان ما يخليش نانسي تيجي الحفلة مهما حصل، وبيؤمر رجب يديله منوم من معاه، وبينزلوا كلهم وبيبدأوا شغلهم. وبتعدي كام ساعة وبيوصل رضا وربيع لقصر فؤاد، وبيفضل عاطف مستنيهم في العربية، وبيخشوا المكان وبيتكلم رضا مع ربيع وبيشرح له ان الباب ده هو منفذ الخروج الوحيد ومفيش غيره. وبعد شوية بيسلموا الباركود للجردات وبيعرفوهم ان اسمهم رياض ورامي، وبيدخلوا قاعة المزاد وبيدوا الموظفين شنط الفلوس والتليفونات بتاعتهم. وفي الوقت ده رمضان بيكون مع نانسي في العوامة وبيقعد يشغلها في اي حاجة علشان ما تروحش الحفلة. وفي الاثناء دي مدير المزاد بيقدم عقد الملكة نازلي وبيبلغ رجال الاعمال ان العقد ده مرفق معاه شهادة من الصانع وعلبة فضية اهدتها ملكة انجلترا للملكة نازلي، وبيبدأ المزاد ب1,000,000 دولار. وبيفضل رضا وربيع يعلوا في السعر على رجال الاعمال لغاية ما بيشتروا العقد بكل الفلوس اللي معاهم. وقتها رجب بيوصل القصر وبيركن الموتوسيكل بتاعه عند الباب وبيخش المكان وبيستنى الاشارة من اخواته. وبنرجع ليوم شرح الخطة وبنشوف ربيع وهو بيأكد على رجب ما يشربش حاجة ولا يضرب ممنوعات ليلة العملية، بس التاني مش بيفتكر اي حاجة وبيفضل يشرب ويضرب لحد ما بينسى نفسه. وعلى الناحية التانية رضا بيسلم الموظفين ال4 مليون وبياخد منهم علبة العقد،
ولحظتها بنشوف رضا وهو بيفهم اخواته انهم بعد ما يحطوا ايديهم على العقد هيسلموه لرجب، وهو هياخده وهيديه لعاطف علشان يطير بيه الرؤوف. وفي القصر رضا بيسحب العقد من العلبه وبيسلمه الربيع، وهو بيعمل نفسه بيتكلم في التليفون وبيعتذر لرضا وبيبلغه انه هيستناه بره، وبيخرج وبيروح يدور على رجب. وفي يوم شرح الخطه رجب بيسال اخواته عن اللي هيعملوه لو الناس اكتشفوا ان الفلوس مزوره، فبيرد ربيع وبيأكد له ان حاجه زي دي مستحيل تحصل، لان دولارات عباس الجن اصليه ونمره واحد، ده ترامب نفسه هيتلخبط فيها. ولكن الموظفين بيكتشفوا ان الفلوس مزوره من اول رزمه بيحطوها في المكنه، فبيبلغوا المدير وبيحتجزوا رضا وبيودوه اوضه فؤاد. وقتها ربيع بيفضل يتصل على رجب علشان يديله العقد، بس التاني بيبقى قاعد مع البنات على البار ومش دريان بالدنيا، فبيضطر ربيع يخرج بنفسه وبيروح لعاطف وبيديله العقد وبيأمره يهرب بسرعه، وبيرجع القصر وبيلاقي المدير والجردات مستنيينه وبيحتجزوه وبيودوه غرفه فؤاد، فبيطلع موبايله وبيسجل لرجب فويس وبيعرفوا انهم اتكشفوا. وفي يوم شرح الخطه رضا بيفهم رجب انهم لو اتكشفوا هيحاول هو وربيع يكسبوا وقت لحد ما هو يتصرف ويلحقهم. وبيدخل رضا اوضه فؤاد وبيلاقيه بيضرب واحد بكل قسوه وغل لانه عاكس صاحبته، وبعد ما بيخلص عليه بيأمره يقعد على الكنبه وما يفتحش بقه، وبيشرح له انه هيسلمه الفلوس اللعبه بتاعته وهياخد منه العقد بكل بساطه. فبيستغرب رضا وبيوضح له ان الدولارات سليمه ومش مضروبه، واثناء كلامه بيجي ربيع وبيسال رضا لو في مشكله ولا حاجه، فبيحكي له انه فؤاد بيه فاكرهم حراميه ونصابين وبيقول ان فلوسهم مضروبه، فبينفي ربيع كلامه وبيأكد له ان الدولارات سليمه، ده حتى الموظفين بعد ما عدوها قالوا انها احلى فلوس شافوها النهارده. فبيضحك فؤاد وبيقول انهم معاهم حق يعملوا كده، لانهم اكيد بعد ما شافوا الحلق اللي هو لابسه افتكروه واد فرفور، وبيلفت نظرهم انه مش بيخرم ودانه والحلق ده ملزوق مش اكتر، وبيغير الموضوع وبيهددهم انه هيكسر عظم راسهم لو ما جابوش العقد، ومش بيهتم رضا وبيتريق عليه. فبيقوم فؤاد وبيؤمر رجالته يخلصوا الحوار ده، وهم بيسمعوا الكلام وبيشتبكوا معاهم وبتحصل بينهم معركه شرسه، ولحظتها بتوصل الرساله لرجب، فبيسيب اللي في ايده وبيخرج بسرعه وبيجيب الموتوسيكل وبيقتحم القصر وبيشتبك مع الجردات، وبيشوف فؤاد اللي بيحصل على الشاشه وبيخاف وبينزل بسرعه هو ورجالته. وساعتها رضا وربيع بيقدروا يخلصوا على الاتنين اللي بيشتبكوا معاهم وبيتحركوا بسرعه وبيركبوا العربيه وبيهربوا، وبيلمحهم رجب وبيجري هو كمان ومش بيسيبهم فؤاد وبيركب عربيته وبيفضل يطاردهم. وبعد شويه بيدخلوا نفق وبيخبطوا ربيع وبيقلبوا العربيه، والتاني بيخرج بسرعه وبينط على عربيتهم وبيقعد يضرب فيهم وبيمسك رضا وبيحاول يوقعه ويخلص عليه. ومره واحده رضا بيلحق نفسه وبيطلع وبيرمي فؤاد في الشارع، وبيلفوا هما الاتنين وبيلاقوا في عربيه قدامهم، فبيتفاداها ربيع وبيمشي من الناحيه التانيه، بس فجاه بيفقد السيطره على العربيه وبيقعوا في النيل. وبعد اللي حصل ده رضا بيبلغ اخواته انهم خلاص هيبطلوا وهيفتحوا معرض عربيات. وتاني يوم بيروحوا يقابلوا رؤوف في البنزينه وبيسالوه عن الفلوس، وهو بيفاجئهم وبيشرح لهم ان العقد ما يساويش اي حاجه من غير العلبه والشهاده، والراجل اللي هيشتريه هياخده منهم ب 600 ألف دولار بس. فبيسمعوا الكلام وبيضطروا يوافقوا، وبعدها بيلموا كل الفلوس اللي معاهم وبيستلفوا كمان علشان يسلموا المبلغ لعباس. وبتعدي فتره وبيروح لهم رؤوف وبيعرض عليهم شغلانه ممكن تجيب لهم مليون دولار، وبيحكي لهم انه يعرف واحد بيشتغل في سفاره دوله اجنبيه اسمه كمال الشريف، والراجل ده بتقع تحته فلوس تبرعات بملايين الدولارات وبيستخدم المبالغ دي كلها في النصب. وبيشرح لهم انه قعد معاه مره واثنين وثلاثه لغايه ما كشف له ورقه واشتغلوا مع بعض، وبقى يجيب له الزباين المغفله علشان ينصب عليهم، ومره يكسبوا 10,000 دولار ومره 5، يعني على حسب الزبون، لحد ما عرف من يومين انه مسافر ومش راجع مصر تاني. ومن هنا بقى جات له الضربه. ولحظتها بنشوف رؤوف وهو بيبلغ كمال انه وقع تحت ايده شويه عيال فرافير تجار وعايشين في دبي ومعاهم مليون دولار وعاوزين يقلبوهم في السوق علشان يرجعوا لهم بمكسب سريع، وهو لف دماغهم واقنعهم يبدلوا معاه الفلوس، مليون دولار منهم قصاد 2 من فلوس التبرعات، وبيطلب منه يفكر لهم في فكره حلوه يقدروا بيها ياخدوا منهم المبلغ من غير ما يحسوا. فبيوافق كمال وبيوعده انه هيعمل لهم خطه كويسه. فبيرد رؤوف بسرعه وبيلفت نظره ان في مشكله صغيره، وهي ان العيال دي مش عاوزين يبدلوا الفلوس هنا في السفاره، فبيرفض وبيفهموا ان حاجه زي دي مستحيله لانه ما يقدرش يجازف ويخرج بالمبلغ. فبيوضح له انهم عيال هبل ومفيش منهم خوف، ده غير ان راجا معاه وهيأمنه، وكلها ساعتين زمن والحاجه هترجع للخزنه. وبنرجع لرؤوف اللي بيقول لاولاد رزق انهم هيروحوا للراجل بالمليون دولار على اساس انه هيسرقوا منهم، بس في الحقيقه هم اللي هيضربوا منه ال2 مليون. وبالليل رؤوف بياخد رضا وربيع وبيعرفهم على كمال ومراته جنى وراجا المساعد بتاعه، وبيبلغوا ان اسمهم رياض ورامي وانهم من اهم المستثمرين في دبي وعاملين هناك بيزنس كبير ومكسرين الدنيا. وبتتكلم جنى مع ربيع وبتساله عن المكان اللي ساكنين فيه، فبيضحك وبيحكي لها انهم قاعدين في برج خليفه، وبيبص لهم رؤوف وبيفهم انهم يعرفوا بعض. ومره واحده القصه بتقف وبيتكلم عاطف مع كمال وبيلفت نظره ان الجزئيه اللي جايه فيها اعراض، والتاني مش بيهتم وبيأمره يكمل. فبيعرفوا ان المدام بتاعته
اسمها الحقيقي هاجر، وكانت على علاقة بربيع، وإنها لما قامت علشان تروح الحمام ربيع راح وراها واتفقوا إنهم يتقابلوا في البيت، بس هو ما يعرفش اللي حصل بعد كده. فبيبص كمان للجهاز وبيتأكد إنه مش بيكذب، ولكن بيتضايق شوية وبيقول لراجا إن الواد ده مش هيوصلهم لحاجة. فبيخاف عاطف وبيعيط وبيحلف له إنه بيقول الحقيقة. فبيهديه كمال وبيستفسر منه عن اللي ولاد رزق عملوه بعدها. فبيبلغوا إنهم راحوا له السفارة على حسب الاتفاق. وبيعدي كام يوم وبيوصل رضا وربيع للسفارة، وبيبقى رؤوف مستنيهم وبياخدهم وبيطلعوا المكتب، وبيوريهم كمال الفلوس وبيشرح لهم إنها أصلية وتمام، ولكن عليها العلامة المائية بتاعت التبرعات، والهدف منها هو إن السلطات بتراقبها وبتعرف أماكنها، علشان كده لازم يصرفوها بره مصر. وبيديهم عينة وبيطلب منهم يستخدموها براحتهم، وبيفهمهم إن المليون منهم ب500 من العادي، وأقل حاجة هيبيعها هتكون 10 مليون دولار. فبيعتذر له رؤوف وبيوضح له إن العملية المرة دي هتمشي ب2 مليون بس، وهو بيمثل شوية وبيعمل نفسه مش راضي، وفي الآخر بيوافق علشان زباينه الجداد. وبيشرح لهم إن يوم التسليم هيجي واحد منهم ومعاه المليون دولار، وراجا هيقابله وهيجيبه عنده البيت وهيسلمه ال2 مليون. فبيسألوا ربيع عن مكان التسليم، فبيقول له إنه هيعرفهم في نفس اليوم، وبيتأسف لهم وبيبلغهم إنه تعبان ومرهق بسبب الشغل. فبيقوم رؤوف وبياخد رضا وربيع وبيمشوا. أول ما بيخرجوا رضا بيفهم رؤوف إنهم بالشكل ده مستحيل يقدروا يعملوا خطة قبلها، وبيتكلم ربيع وبيلفت نظره إن حوار واحد بس هو اللي هيستلم ده مش مطمنه. فبيشرح له إنهم رايحين يعملوا عملية مش مظبوطة، يعني لازم الراجل ياخد احتياطاته. أما بالنسبة للمكان فهو هيحاول يعرف هو فين، وبيطلب منهم يفكروا في الموضوع كويس وبعدين يكلموه. وبيوضح لهم إنه هيعمل العملية دي بأي تمن سواء بيهم أو من غيرهم، وبيسلم عليهم وبيمشي. والتانيين بيركبوا العربية هم كمان وبيرجعوا البيت. وهناك رضا بيعرف إخواته إنه مش مطمن لرؤوف، لأن الراجل ده من ساعة ما ظهر وهو داخل عليهم بالناعم وعمال يطمعهم في عملية واتنين وشغل كتير علشان بس يطمنوا، ولكن شكله كده هيضرب المليون دولار وهيلبسهم القضية. فبيأكد له رجب إن الراجل ده مش كويس وطماع، بس هينصب عليهم ليه؟ ما يلبس كمال أحسن، لأن كمال ماشي وهم قاعدين له. فبيشرح له إنهم بالشكل ده هيتورطوا مع عباس الجن وهيضطروا ياخدوا منه المليون دولار، يعني لو ما خلصوش من رؤوف واللي معاه مش هيخلصوا من عباس. هو بينصحهم يصدقوه لأن العملية دي عوق. فبيفهموا ربيع إنهم مليون أخضر ويستاهلوا التفكير والتكتكة، والتاني بيحلف له إنها نصبايا، وبيستفسر منه عن السبب اللي يخلي كمال يجيب الفلوس يوم التسليم. فبيوضح له إنه علشان نصاب هيعمل كده وهيفكر لها من سكة تانية، لكن لو المبلغ ما حضرش هيتهرش وقتي. ومش بيقتنع رضا وبيجيب نهاية الحوار ده وبيبلغهم إنه مش هيعمل العملية دي، وبيقول أمين، وهم مش بيعترضوا وبيوافقوا على كلامه. فبيلم حاجته وبيسيبهم وبيمشي. وبيقوم ربيع وبيقعد مكانه وبيلفت نظرهم إن رضا بقى حريص زيادة وقلبه خف من ساعة ما خلف الواد، وبيقول لهم إنه هيعمل العملية دي، وبيسألهم إذا كانوا هيشتغلوا معاه. فبيسمعوا الكلام وبيوافقوا كلهم. وتاني يوم بيروحوا لعباس وبيحكوا له القصة كلها، وبيدوا له العينة بتاعت كمال، وهو بتعجبه الفكرة، وبيعرفهم إنه هيشتري منهم ال2 مليون بمليون نضيف من عنده. وبيسألهم هيجيبوا منين الفلوس اللي هيشتغلوا بيها الراجل. فبيشرح له ربيع إن هي دي الخدمة اللي هم محتاجينها، وبيطلب منه يسلمهم المليون دولار دول. فبيقلق وبيستفسر منه إذا كان رضا مطمن للموضوع ده. فبيأكد له رجب إن رضا هو اللي مخطط للعملية كلها. فبيوافق وبيبلغهم إنه هيديهم الفلوس يوم التسليم الصبح. وفي آخر الأسبوع بيوصل رؤوف لموقع التسليم مع ربيع، وبيفهمه إنه نفذ اللي اتفقوا عليه وعرفهم المكان قبلها. وبيسألوا لو هو وإخواته شافوا شغلهم وأمنوا الدنيا، وبيلفت نظره إنهم ممكن يتسوحوا كلهم علشان رضا مش معاهم. فبيطمنوا ربيع وبيأكد له إن كل حاجة تمام. وبعد شوية بيجي راجا وبينقل الفلوس من شنطة ربيع لشنطته، وبيفتشهم وبيطلب منهم يسيبوا التليفونات والأسلحة في العربية، وبياخدهم في عربيته وبيروحوا بيت كمال اللي في الصحراء. وهناك كمال بيشرح لربيع إنه هيعد ال3 مليون الأول وهيتأكد إنهم مش مزورين، وبعد كده كل واحد هيستلم المبلغ بتاعه. وبياخد رزمة من شنطة ربيع وبيسيبهم وبيخش الأوضة اللي فيها المكنة، وقبل ما يحط الفلوس بيبدل الرزمة بتاعت ربيع بواحدة تانية مزورة وبيحطها في الآلة. وطبعا بتحصل مشكلة وبيعلي صوته وبيقول إن الدولارات دي مش تمام. فبيقوم ربيع وبيروح له وبيأكد له إن كل حاجة مظبوطة. وقتها راجا بيبدل شنطة ربيع بشنطة الفلوس المزورة بتاعتهم، وبيشوفوا رؤوف ومش بيتكلم وبيكمل التمثيلية. وبيتوتر ربيع وبيحكي له إنه عادد المبلغ في البنك قبل ما يجي، وبيوضح له إن المكنة دي ممكن تكون بايظة. فبيتكلم كمال مع راجا وبيستأذنه يجيب رزمة من عندهم، فبيسمع الكلام وبيديها له، وبيدخلها كمال في الآلة وبتشتغل بشكل طبيعي. فبيجري ربيع وبيجيب فلوسه وبيحطها في المكنة هو كمان، وبيكتشف إن الدولارات اللي معاه مضروبة. فبيزعق رؤوف وبيقول له إنه بيصغروا مع الناس وعيب اللي بيعمله ده، وبيلمح له إن عباس ممكن يبقى استغفله. فبيخاف ربيع وبياخد الشنطة وبيمشي. وبعدها رجب ورمضان بيفضلوا مستنيين كمال لحد ما بيخرج من البيت، وأول ما بيلمحوه بينزلوا من عربيتهم وبيثبتوه بسلاحهم، وبيفتحوا شنطة عربيته ومش بيلاقوا معاه حاجة. فبيضطروا
بيحتجزوه وياخدوه معاهم. وفي الطريق بيستغل كمال انهم مش مركزين معاه وبيضربهم وبيلف الحبل اللي على ايده حوالين رقبه رمضان، والتاني مش بيقدر يتحكم في العربيه فبيخبط في الرصيف وبيعملوا حادثه. وقبل ما الناس تتلم عليهم بينزل رمضان ورجب وبيركبوا عربيه عاطف وبيهربوا بسرعه. وفي نفس اليوم بيوصلوا كلهم للبنزينه بتاعت رؤوف وبيشتموه وبيقولوا انه حرامي ونصاب، وبيهدد رجب انه هيخلص عليه لو ما اعترفش بالحقيقه. فبيهديهم ربيع وبيسالهم عن اللي حصل، فبيحكي له رمضان القصه كلها وبيفهموا ان الراجل ما كانش معاه فلوس واكيد كان عارف ان في حد مراقبه من البدايه، وطبعا رؤوف باشا هو اللي قايل له كل حاجه. فبيزعق رؤوف وبيشرح لهم انه كان زمانه هربان دلوقتي مع الراجل لو كان نصاب فعلا، وبيطلب منهم يصبروا شويه لحد ما يشوف حل للمشكله دي. وبالليل بيروحوا يقابلوا رضا وبيعرفوه انهم اتنصب عليهم ودلوقتي هم متورطين مع عباس الجن. وبيتكلم رجب معاه وبيحلفوا برحمه ابوه انه يساعدهم وما يسيبهمش، وهو بيرفض وبيفهمه انه مش كل مره هيساعدهم بعد ما يغرزوا، وبيشرح له انهم كويسين الحمد لله وزي الفل، لا حد فيهم عينه راحت ولا اتحجز. وبيزعق لربيع وبينصحه يكلم عباس ويستخدم دماغه الحلوه دي ويحاول يخليه يديهم شويه وقت كمان عشان يعرفوا يروحوا البيت. وبيركب عربيته وبيمشي، ولما بيرجع البيت بيلاقي عباس مستنيه وبيكلمه بكل برود وبيبلغه انه احتجز مراته وابنه وبيأمره يجيب له فلوسه بسرعه والا هيأذيهم، وبيعرفه ان هو الوحيد اللي هيقدر يرجع $1,000,000 مش اخواته. وبيلفت نظره انه عمل باصله وجه الكبير اللي بيحل كل المشاكل. وبعد اللي حصل ده بيروح رضا لاخواته وبيضربهم وبيشتبك مع ربيع، والتاني بيبقى مش فاهم حاجه وبيساله هو بيعمل ليه كده مع انه اتهرب منهم وقال انه بره الحوار. فبيشخط فيه وبيحكي له ان مراته وابنه ممسوكين رهينه عند عباس وبيزقه وبيأمره يتصرف بقى. وبعد شويه بيهدى رضا وبيروح له ربيع وبيعتذر له وبيفهمه انه كان عاوز يعمل العمليه دي علشان يفرحه ويفتح المعرض اللي نفسهم فيه، وبيأكد له انه بيخاف على مراته وابنه زيه بالظبط. فبيسامحوا رضا وبيعرفوا ان عباس مديله مهله اسبوع وهياخد زياده على ال1,000,000 بتاعه. فبيوضح له ان الفلوس دي مش هتيجي من غير رؤوف. فبيسالهم هما وصلوا لايه مع رؤوف، فبيبلغوا رمضان ان الراجل قال لهم انه هيروح يقابل كمال، ومن ساعتها تليفونه مقفول ومش عارفين يوصلوا له. وتاني يوم بيروح رؤوف يقابل كمال في السفاره وبيستفسر منه عن نصيبه في العمليه. فبيكلمه كمال بكل برود وبيشرح له ان الفلوس راحت لان في 2 مجرمين طلعوا عليه وهو خارج من البيت وضربوه وسرقوا $1,000,000، بس هو مش قادر يفهم اللي حصل. وبيلفت نظره انه اكيد في حد كان مبلغهم ومش بيصدقوا رؤوف وبينصحوا يبطل الحركات دي ويطلع الفلوس. فبيضحك وبيقول له انه شكله كده عارف حاجه هو مش عارفها، وبيطلب منه ما ينساش ان هو اللي جاب له العيال المجرمين دول، وايا كان اللي حصل فالمشكله اللي هم فيها دي هو اللي هيلبسها لوحده. فبيتعصب رؤوف وبيهدده انه هيسجنه في البلد ومش هيخرجوا منها لو ما جابش المبلغ اللي اتفقوا عليه. فبيهديه كمال وبيوعده انه هيديله الفلوس بس لما يعرف مين العيال دول الاول. وفي نفس اليوم بيرجع رؤوف البنزينه وبيلاقي ولاد رزق مستنيينه وبيسالوا رضا اذا كان قابل كمال، فبيبلغوا انه راح له الصبح واتكلم معاه شويه علشان يطلع منه باي معلومه، ولكن الراجل اشتغل وقال له ان ال1,000,000 اتسرقوا بس هو متاكد انهم عنده. فبيستفسر رجب منه لو يعرف المكان اللي بيخبيهم فيه، فبيحكي له انه متعود يدفن فلوسه في الصحراء. فبيعرفوا رضا ان عباس محتجز مراته وابنه ومش هيسيبهم غير لما المبلغ بتاعه يرجع، وبيهددوا انه هيزعله هو واهله لو ما جابش الفلوس. والتاني مش بيهتم وبيلفت نظره ان الطريقه دي مش هتحل المشكله، والحل الوحيد اللي هيطلعهم من المصيبه دي هو انهم يصدقوه يثقوا فيه. وتاني يوم بيروح رؤوف يقابل كمال وبيعرفوا ان العيال طلعت مجرمين وهددوه انهم هيخلصوا على مراته وابنه، وبيطلب منه يديله نصيبه بسرعه علشان يلحق يهرب. فبيعتذر له وبيوضح له انه مش هيقدر يعمل كده لانه لسه ما طلعش الفلوس. فبيستغرب وبيساله هيسافر ازاي طالما الفلوس لسه مدفونه، وبينصحه يتصرف بسرعه ويخرجهم قبل ما العيال دول يوصلوا له. وبيلفت نظره انهم غالبا مراقبينهم كلهم، يعني لازم يامن نفسه كويس. وبالليل ولاد رزق بيروحوا له البنزينه ومش بيلاقوه، فبيفضلوا يدوروا عليه لغايه ما بيكتشفوا انه مستخبي في ورشه الكاوتش. فبيزعق له رضا وبيفهمه انه يقدر يجيبه هو وعيلته ولو في بطن الحوت، وبيمسك التليفون بتاعه وبيعرف انه بيكلم كمال. فبيشتمه وبيهدده انه هيخلص عليه هو كمان بعد شريكه. فبيتوتر رؤوف وبيحكي لهم ان الراجل بيشك فيه وكشفه من البدايه وتقريبا كده في حد بينقل له اسرارهم. فبيفهموا ربيع ان مفيش حد يعرف الراجل ده غيره. فبيضحك وبيشرح له ان في واحده تعرف كل حاجه، وبيساله لو قال لاخواته انه مرافق البت بتاعت كمال. فبيتعصب ربيع وبيشتبك معاه، وفجاه رجب بيضرب رؤوف بالنار وبينهي حياته. فبيخاف ربيع وبيستفسر من رضا عن اللي هيعملوه دلوقتي لان هو الوحيد اللي كان هيوصلهم للراجل. وساعتها رضا بيفتح موبايل رؤوف وبياخد منه رقم كمال وبيكتبه على تليفونه وبيكلمه فيديو كول، وبيأمره يرجع الفلوس بكره الصبح والا هيخليه يحصل صاحبه، وبيوريه جثه رؤوف. وبنرجع تاني لعاطف اللي بيحلف لكمال انه قال كل حاجه يعرفها عن ولاد رزق. فبيضربوا راجا وبيفضل يأذيه، وقبل ما يخلص عليه كمال بيأمره يسيبه فورا. وبيتكلم مع عاطف وبيستفسر منه عن السبب اللي بيخليه يداري على ولاد رزق، فبيوضح له انهم اخواته وهو مستعد يتوفى علشانهم. فبيسأله عن الشخص اللي هيختاروه لو حد خيرهم بينه
هو وابن رضا، فبيعيط ومش بيقدر يرد عليه، فبيوعده كمان انه مش هينهي حياته وهيسيبه يروح لو اتكلم. فبيأكد له عاطف انه مستحيل يخون ولاد رزق، فبيجيب أداة حادة وبيضربه على ايده وبيكسرها له وبينصحه يتكلم ويريح نفسه، وهو مش بيقدر يستحمل وبيبلغه ان ولاد رزق هكروا موبايله وعرفوا انه دفن الفلوس في الصحراء ومعلم على المكان في الجهاز، وبيفهموا انهم ممكن يكونوا دلوقتي في الطريق. فبيقلق كمال وبياخد عاطف ورجالته وبيروحوا الارض اللي مخبي فيها الفلوس، ولما بيوصلوا لهناك بيحفروا الارض وبيلاقوا الحاجه في مكانها. وفجاه بيظهر رضا وبيشكر كمال على مساعدته وبيشرح له انه كان مستحيل يعرف مكان الفلوس من غيره، وبيلفت نظره ان موضوع تهكير التليفون طلع بلح. فبيستغرب كمال وبيفتكر ان عاطف اشتغلوا، فبيضحك رضا وبيأكد له ان الواد قال الحقيقه بس هما اللي بيكذبوا. وبنرجع فلاش باك وبنشوف رضا وهو بيشرح لاخواته ان بعد ما رؤوف اتوفى اكيد كمال هيكون خايف ومش هيبقى قدامه حل غير انه يحتجزهم ويطمن نفسه، وعلشان كده هما هيسبقوه بخطوه وهيروحوا له بنفسهم. وتاني يوم بيجيبوا واحد صاحبهم وبيخلوه يمثل انه هكر تليفون كمال، وبالليل رجب بيخلي بواب العماره يكلم كمال ويعرفه ان في واحد بيزور المدام بتاعته كتير. وفعلا بيوصل كمال وبيعمل مشكله مع هاجر وبيأمرها تكلم ربيع، وهو اول ما بيسمع صوتها بيبلغها انه في فندق في وسط البلد. وبعدها الرجاله بتروح المكان وبيحتجزوا عاطف، وبيكمل رضا الخطه وبيشرح لهم ان عاطف لازم يتمسك، وقبلها هيبقوا يفرجوه على الفيلم كله علشان يحكي لكمال بالتفصيل. والتاني بعد ما هيصدقه هيقلق وهيروح يطمن على فلوسه في الارض. فبيوضح له رجب ان الصحراء واسعه جدا وصعب يراقبوا الراجل لحد ما يعرفوا مكان الحفر. فبيقول له رمضان انهم ممكن يخيطوا شريحه في شورت الواد عاطف ومن خلاله هيوصلوا لكمال. وفي الوقت الحاضر رضا بيطلب من كمال يرجع الفلوس بالذوق والا هيفضحوا في وزاره الخارجيه، وبيلفت نظره ان الحوار اللي بينهم ده متسجل صوت وصوره. وبينادي على ربيع وبيساله لو شكل الباشا واضح في الفيديو، فبيضحك ربيع وبيأكد له ان كل حاجه تمام واصلي، ومش بيهتم كمال وبيأمر رجالته يخلصوا عليهم فورا. وقبل ما يضربوهم بالنار بتوصل الشرطه وبيكلبشوهم، وبينزل رؤوف من البوكس وبيسلم على كمال. وهنا بنكتشف ان رؤوف كان متفق مع ولاد رزق من البدايه، ولحظتها بنشوفه هو بيمثل انه توفى علشان يخوف كمال. وبعدها رجب بيشرح له انهم هيشتغلوا الراجل وهيمثلوا انهم شرطه وهيجيبوا اللبس والعربيات من واحد حبيبهم بيشتغل في السيما. وبالنسبه للرجاله فمفيش اكتر منهم في عين الصيره. وبعد اللي حصل ده ولاد رزق بياخدوا كل الفلوس اللي في الحفره وبيسيبوا كمال ورجالته في الصحراء وبيمشوا. وبعد فتره بيفتحوا معرض العربيات زي ما اتفقوا وبيقرروا يبطلوا شغل في الحرام. وبعد 5 سنين المعلم صقر بيخرج من السجن وبيكون شربيني مستنيه وبيحكي له ان العيال دلوقتي عايشين في النعيم ومعاهم فلوس وعربيات وبقوا طايرين في السماء. فبيقول له انهم هيتضربوا وهينزلوا على الارض راكعين. فبيضحك شربيني وبيطلب منه يركب العربيه علشان يمشوا، فبيعتذر له وبيعرفه انه مستني حد. وبعد شويه بيجي واحد غريب وبيقف معاهم، فبيستغرب شربيني وبيساله مين الراجل ده، فبيبلغه انه كان زميله في الحجز واسمه الشايب، وبيلفت نظره انهم هيحتاجوه. وبعد شهرين ولاد رزق بيوصلوا للكازينو الجديد بتاع شربيني، وبنشوف معاهم ضيف جديد اسمه الكوري الشهير بالتنين. وقبل ما يخشوا المكان رضا بيكلم شخص مجهول في التليفون وبيأمره يجهز بعد 10 دقايق، وبيدخلوا كلهم مع صاحبتهم ليلى هانم. وكالعاده رضا بيفهمهم ان طول ما ظهرهم في ظهر بعض مستحيل حد يقدر يأذيهم، وبينبه عليهم ما يعملوش اي عوق في ال10 دقايق دول. وبعد شويه بيتفرقوا كلهم وبيقعدوا على الترابيزات بشكل طبيعي، وبيلمحهم المدير وبيطلع لشربيني وبيبلغوا ان ولاد رزق تحت في الصاله واحتمال يعملوا مشاكل. فبيأمروا يلم الجردات ويسحبهم على المخزن من غير دوشه، وفعلا بيروح لهم المدير وبينصحهم ييجوا معاه في هدوء. ولكن الكوري بيتعصب وبيضرب واحد من الجردات، ولحظتها ولاد رزق بيشتبكوا مع الامن وبتحصل بينهم معركه شرسه جدا. ومن غير مقدمات الكوري بيطلع لهم نار من بقه وبيولع في العيال. فبيخاف شربيني وبينزل لهم وبيسلم على رضا وبيستفسر منه عن سبب زيارته، والتاني مش بيجاوب على السؤال وبيفضل هو واخواته يتكلموا في اي حاجه لحد ما ال10 دقايق يخلصوا. ومره واحده الشايب بيكسر الحيطه بعربيته وبيقتحم المكان وبيخرج وبيضرب له كام طلقه في الجو وبيطلب من زمايله يركبوا معاه بسرعه. وفجاه بيدخل مجموعه رجاله مسلحين وبيمسكوا رضا، وبيتكلم واحد منهم وبيأمر كل اللي واقفين ينزلوا سلاحهم والا هينهي حياته. فبيزعق له شربيني وبيساله هو تبع مين، فبيبلغوا انهم رجاله سلطان الغول. ومش بيهتم الشايب وبيضربهم بالنار هو وربيع، وهم بيجروا وبياخدوا رضا معاهم وبيحتجزوه. وبعدها بيودوه المخزن بتاع سلطان الغول وبيربطوه في الكرسي، وبيفضل رضا مستني لحد ما بيجيله سلطان بنفسه. وبيلفت نظره انه مش بيظهر كتير، وبما انهم اتقابلوا يبقى اكيد هو عمل حاجه زعلته قوي. فبيحلف له رضا ان الحاجات اللي اتسرقت
منه مش معاه دلوقتي، بس لو سابه هيجيبهم له فورا. وبيتجاهلوا سلطان وبيصب له كاس من ازازه المشروبات الكحوليه بتاعته، وبيحكي له انها اغلى ازازه في العالم واسمها روماني كونتي، والواحده منها ب 550 الف دولار، وهو معاه منهم حوالي 150 ازازه. وبيشرب منها وبيهدى شويه وبيكلمه بهدوء وبيقول له انتوا مين يا اولاد رزق؟ فبيعرفوا انهم بعد ما بطلوا حياتهم كانت ماشيه تمام وزي الفل لحد لما العفريت اللي حضروه زمان ظهر لهم. وبنرجع فلاش باك وبنشوف رضا وهو واقف في معرض العربيات بشكل طبيعي، وفجاه المحل بيتفجر وبتمسك النار فيه، ولحظتها بيوصل المعلم صقر وبيتكلم مع رضا وبيشرح له انه مش جاي علشان ياخد بطاره، هو بس عاوز يتصافى وهيسيبه شويه لحد ما الورق والكمبيالات اللي هو ماضي عليهم يدخلوه السجن، وساعتها هيبقوا متعادلين. وبياخد رجالته وبيمشي، وبعدها بيقابل شربيني وبيشكره على مساعدته وبيديله الفلوس اللي وعده بيها. وبيرجع رضا البيت وبيفضل يدور على اوراق المعرض، وبيكتشف ان بوليصه التامين انتهت. وفي نفس اليوم بياخد اخواته وبيروحوا للشايب وبيحكي له رضا قصته مع صقر وبيسالوا عن مكانه، فبيبلغوا انه ما شافهوش من ساعه ما طلع من السجن، وبيفهموا ان موضوع التفجير ده مش سكه صقر، وان اللي عمل كده الشربيني. وبيعرفوا ان هما الاتنين عرضوا عليه يساعدهم بس هو مرضيش علشان بيحب اصحابه وولاد منطقته، فبيشكروه على المعلومات الحلوه دي وبيمشوا. وفي الطريق بيوقفهم واحد ماسك قنبله وبيتكلم مع رضا وبيقول له انه من رجاله النونو وبيطلب يجي معاه لمقر الشركه بتاعته. ولما بيوصلوا لهناك بيكلمهم النونو بطريقه حاده وبينصح رضا يجيب الفلوس اللي عليه والا هيزعله. وفي الاثناء دي بيجي واحد مديون للنونو وبيبقى خايف جدا وبيأكد له انه هيرجع له الفلوس وعليهم 100,000 جنيه كمان، فبيصدقه وبيأمر رجالته يركبوا له الاسوره الجديده في رجله علشان يعرف مكانه لو حب يهرب. وبعد 10 ثواني الاسوره بتنفجر وبتتفصل رجله عن جسمه. وبيكمل النونو كلامه مع اولاد رزق وبيسألهم هيجيبوا المبلغ امتى، فبيبلغوا رضا انه هيسلمهم له في خلال شهر بالكتير. وبالليل بيتجمعوا كلهم في المكان اللي بيخططوا فيه، وبيكون رضا متضايق جدا وبيحمل ربيع مسؤوليه الموقف اللي هم فيه لان هو اللي اتغاشم وراح اشتغل مع صقر زمان. والتاني بيتعصب وبيفضل يزعق له وبيفهمه ان هو اللي ورط نفسه لما استلف من النونو علشان يصرف على المعرض. فبيهديهم رمضان وبيستفسر من رضا عن المبلغ اللي عليه، فبيقول له انه مديون للنونو ب 50 مليون. فبيسألوا ربيع عن الطريقه اللي هيجيب بيها المبلغ ده في شهر، فبيشرح له انه مش عارف هيعمل ايه بس ادي بيفكر، وهو بيضحك وبيفهمه انه مفكر وعارف كويس هم هيعملوا ايه من قبل ما يجيبهم هنا، لكن هو مكسوف يقول. فبيستغرب رمضان وبيسأله اذا كان عايز يرجعهم يشتغلوا في الحرام تاني، فبيسكت رضا ومش بيقدر يتكلم. فبيقوم ربيع وبيأكد له انهم معاه وفي ظهره، وهو بيحلف لهم ان دي هتكون اخر مره لغايه ما يرد فلوس النونو وبعدها هيبطلوا. وتاني يوم بيروحوا يقابلوا رؤوف في المطعم بتاعه وبيحكوا له قصتهم مع صقر وبيفهموه انهم لما علموا على الراجل ما كانوش لوحدهم، يعني الدور جاي عليه. فبيأكد لهم انه معاهم في اي حاجه وبيقترح عليهم يلم الرجاله ويجيب لهم صقر تحت رجليهم. فبيشرح له رضا ان مشكلتهم الحقيقيه مع النونو وبيستفسر منه لو في اي عمليه يقدروا يعملوها الايام الجايه، فبيطلب منهم يسيبوه يومين كده لحد ما يشوف لهم اي مصلحه جديده. وفعلا بعد يومين بيروح يقابلهم في شقه عين الصيره وبيبلغهم انه لقى العمليه اللي هتخليهم يضربوا فيها عصفورين بحجر واحد، وبيحكي لهم ان في رجل اعمال عنده ساعه ثمنها 20 مليون دولار، وبيشرح لهم ان الساعه دي ذهب ومترصعه بالالماظ ومفيش منها غير نسخه واحده بس في العالم كله، وصاحبها مأمن عليها وعاوز يسرقها علشان يضرب بوليصه التأمين، وفي مصر عنده حد هيشتريها منه وبكده هيكون خد ثمنها مرتين. فبيسألوا رضا عن مكان الساعه دي، فبيرد بانها موجوده في الرياض وان في ماتش ملاكمه مهم قوي هيتلعب هناك في موسم الرياض، وصاحبها لقاها فرصه وقال يلبس الساعه لبطل العالم علشان يعمل عليها بروباجندا، ولما تتسرق قدام الدنيا كلها يبقى هو في السليم. فبيستفسر ربيع منه عن دورهم في العمليه، فبيوضح له ان الراجل جاب ناس يسرقوها فعلا والمطلوب منهم دلوقتي هو انهم يسرقوا الساعه قبلهم، وبعد ما يجيبوها مصر هو هيعرف يبيعها لواحد تبعه ب10 مليون اخضر. فبيقلق رضا وبيقول له مين الراجل ده اصلا، فبيعرفوا ان اسمه سلطان الغول، والشخص ده حد تقيل قوي وشغله كله مش مظبوط ودايما بيشتغل عن طريق وسيط، وهو لا بيظهر ولا بيتشاف لان اللي بيشوفه مره بتبقى هي الاخيره، وعلشان كده كل رجالته من عيلته واللي بيفكر فيهم يلعب من ورا ظهره ما بيسميش عليه. فبيوافقوا كلهم وبيلفتوا نظره ان العمليه دي هتحتاج مصاريف كتير، فبيأكد لهم انه هيسهل لهم كل حاجه، ده غير انه هيستناهم هناك في السعوديه وهياخد منهم الساعه بعد ما يطلعوا منها الالماظ وهيسلمها للراجل اللي هيدخلها مصر. وبيغير الموضوع وبيفهمهم ان المعلم صقر هو اللي هيخلص الشغلانه دي لسلطان، يعني بعد ما يسرقوا الساعه ويبوظوا العمليه اكيد سلطان هيخلص على صقر، وبكده هيبقى خدوا بطارهم وضربوا عصفورين بحجر واحد. وبيعدي كام يوم وبيوصلوا السعوديه وبيقابلوا رنا المساعده بتاعت رؤوف، وبيحضروا كلهم المؤتمر الصحفي اللي بتتعرض فيه الساعه، وبيشوفوا كيرال الدراع اليمين لسلطان الغول وهو بيبلغ الجمهور ان الملاكم تايسون فيوري هيلبس الساعه بعد الماتش. وبعد المؤتمر رضا بيشرح لاخواته ان المكان ده عوق وصعب، ده
غير ان الكاميرات مترشقه في كل حته، يعني مش هينفع يسرقوا الساعه هنا. وبيفهمهم انهم لازم يراقبوا كيرال ويجيبوا قراره علشان يعرفوا الخطه اللي عاملها. وبعدها الكوري بيقدر يسرق مفتاح غرفه كيرال من عامل النظافه وبيرجع وبيسلمها لرمضان، وهو بياخدها منه وبيروح الاوضه وبيحط مايك تحت الترابيزه. وبعد شويه واحد من العصابه بيروح يقابل كيرال وبيشرح له الخطه، وبيبلغوا انهم هيستنوا تايسون لحد ما يخرج من الساحه ويركب عربيته، وبعد كده هيقطعوا عليه الطريق وهيسرقوا منه الساعه. وبيسمع رضا الكلام وبيعرف ربيع انهم بالشكل ده لازم ياخدوا الساعه يوم الماتش. وتاني يوم رنا بتشرح لاولاد رزق ان كيرال هيلبس تايسون الساعه في الباك ستيج بتاع الساحه بعد الماتش، فبيفهمها رضا انهم لازم يخشوا المكان ده ويعينوه الاول، وبيسالها لو تعرف تدخلهم، فبتوضح له انهم مش هيقدروا يدخلوا من غير البادجات، وبتقول لهم ان ماتيلدا مديره اعمال سلطان هي الوحيده اللي معاها البادجات دي، وبتطلب منهم يشوفوا لهم طريقه ويحاولوا يسرقوهم منها. فبيضحك ربيع وبيلفت نظرها انهم بطلوا الحركات دي من زمان، وبيقوم وبيروح يتعرف على ماتيلدا، وبعد شويه بياخدها وبيطلعوا غرفتها. وهناك بيستغل ربيع انها دخلت الحمام وبيفتح شنطتها وبياخد البادجات وبيرجع الاوضه لاخواته. وساعتها رضا بيقول لهم ان العمليه دي واسعه عليهم وهيحتاجوا حد كمان معاهم، وفعلا بيرجعوا مصر وبيروحوا يقابلوا الشايب وبيعرضوا عليه يشتغل معاهم، فبيشرح لهم انه ممكن يساعدهم في العمليه دي لو هو اللي هيسرق، غير كده لا. فبيرفض رضا وبيغريه بالفلوس وبيلفت نظره ان نصيبه في المهمه دي هيكون 20 مليون، فبيوافق الشايب بس بشرط، وهو انه هياخد منه المبلغ ده حتى لو العمليه فشلت. وبيعدي كام يوم وبيوصلوا السعوديه وبيفضلوا يراقبوا تايسون وبيعرفوا كل تحركاته وبياخدوا جوله في المكان كله وبيحفظوه زي بيتهم. وفي يوم الماتش ربيع والكوري بيسرقوا عربيه تايسون وبيحتجزوا السواق وبيفضلوا مستنيين قدام الساحه، وعلى الناحيه الثانيه تايسون بيكسب الماتش وبيطلع يلبس الساعه قدام الجمهور والصحفيين، وبيبقى رضا معاه في نفس القاعه وبيكلم ربيع وبيأمره يجهز للمرحله الاولى من العمليه. واثناء ما كان تايسون خارج من الساحه الكوري بيجيب عربيه لعبه وبيضرب عليها العاب ناريه، ولحظتها كل الجردات بيخافوا على تايسون وبيركبوه العربيه علشان يحموه. واول ما بيخش العربيه ربيع بيقفل الباب وبيتحرك بسرعه، وبيظهر رضا من وراه وبيديله حقنه منومه في رقبته، بس الراجل مش بينام وبيقعد يضرب في الاتنين، ولكن رضا بيكتم نفسه وبيخليه يفقد وعيه وبياخد منه الساعه. وفي الاثناء دي كل رجاله سلطان بيكونوا بيطاردوا ربيع ورضا، وهم بيفضلوا يهربوا منهم لحد ما بيجي الشايب بشاحنه كبيره وبيفتح لهم الصندوق. وبيكمل ربيع وبيجري من العصابه وبيخش العربيه، وبعد ما بينزلوا بيلاقوا تايسون فاق تاني، فبيشتبكوا كلهم معاه وبتحصل بينهم معركه شرسه جدا لحد ما بيقع تايسون وبيغمى عليه. وقتها الشايب بيفضل يجري من رجاله سلطان وبيسحبهم من مدينه الملاهي، واول ما بيوصلوا بينزل هو واولاد رزق يركبوا الموتوسيكلات وبيروحوا لمنطقه الاهرامات، وهناك بيشتبكوا كلهم مع العصابه وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم وبيهربوا منهم وبيركبوا التلفريك وبيختفوا. وبالليل بيقابلوا رؤوف وبيسلموه الساعه وبيستنوه لحد ما يفك منها الالماظ ويجيبه لهم. وتاني يوم بيرجع لهم رؤوف وبيديهم الالماظ وبيتفق معاهم انهم هيتقابلوا في مصر وهيركبوا الالماظ في الساعه بعد ما يهربوها، وبعد كده هيبيعوها للمشتري. وبعد فتره بيروحوا لرؤوف المطعم ومش بيلاقوه وبيفضلوا يتصلوا بيه، بس التاني بيطنشهم ومش بيرد عليهم. وبيتكلم ربيع وبيفهم اخواته ان رؤوف طماع واكيد غدر، فبيوضح له رمضان انه مستحيل يعمل كده لان الالماظ معاهم وهو معاه حته ذهب. فبيضحك الشايب وبيساله لو متاكد فعلا ان اللي معاهم ده الماظ مش ازاز، فبيقلقوا كلهم وبيجيبوا واحد جواهرجي علشان يكشف على الالماظ، ولكن الراجل بيفاجئهم وبيبلغهم ان الحاجه دي فالصو. ولحظتها الشايب بيقول لهم انه عمل اللي عليه ودلوقتي هم ملزمين يرجعوا له ال 20 مليون غصب عنهم، وبيسيبهم وبيمشي. وبكده ولاد رزق بقى عليهم فلوس النونو والشايب. وفي نفس اليوم بيجي لهم رؤوف وبيعترف لهم انه كان بيكذب عليهم من البدايه، وبيحكي لهم ان هو وصقر اللي خططوا للعمليه دي كلها، وان سلطان الغول ما يعرفش صقر اصلا ولا عمره طلب منه حاجه. وبنرجع فلاش باك وبنشوف صقر وهو رايح لرؤوف المطعم بتاعه وبيبلغه بعمليه الساعه، وبيلفت نظره ان ولاد رزق هم اللي هيقدروا يقوموا بالمهمه دي، فبيوضح له ان ولاد رزق بطلوا شغل في الحرام واستكفوا، فبيضحك وبيفهمه انه لو طير لهم فلوسهم هيجبرهم يرجعوا يشتغلوا تاني. وفعلا بيتفق مع الشربيني وبيفجر لهم المعرض، ولما بيعرف رؤوف اللي حصل بيزعل وبيروح لهم وبيعمل معاهم مشكله، وبيقول لصقر انهم كانوا عاوزين يقرصوا ودان رضا بس مش يخلصوا عليه، وهو مش بيهتم وبيشرح له ان الواد لسه عايش. وبعد فتره رؤوف بيبلغ صقر ان العيال عاملين شغل من نار وقريب قوي هيسافروا الرياض وهيعملوا معاينه، وكمان عرفوا ان سلطان الغول عنده مصنع مشروبات كحوليه في مصر. وبيغير الموضوع وبيلفت نظره ان المهمه هتكلفهم فلوس كتير، فبيطلب منه يصرف من معاه دلوقتي وبعد العمليه هيبقى يدفع له من نصيبه. فبيوافق رؤوف وبيفهمه انهم هيتحاسبوا في الرياض، فبيرفض وبيعرفوا انه هيديله فلوسه في مصر لانه مش هيقدر يبيع الساعه هناك. وبعد العمليه رؤوف بياخد الساعه من ولاد رزق وبيروح يديها لصقر، وهو بيسلمها للخبير وبيكشف عليها، وبعد ما بيتاكد انها اصليه بيفك الالماظ منها وبيرجعه لرؤوف. وساعتها صقر بيفهمه انه مش هيسلمه فلوسه الا لما يجيب له الالماظ تاني في مصر. واول ما بيمشي رؤوف من المكان الخبير بيطلع الساعه الاصليه وبيديها لصقر، وهنا بنكتشف
بنكتشف ان صقر كان بينصب على رؤوف وبيستغله هو وولاد رزق. وبيعدي كام يوم وبيرجعوا كلهم مصر، وبيروح رؤوف يقابل صقر علشان يتحاسبوا، بس صقر بيفاجئه وبيعرفه انه ضحك عليه واستغفله وسرق منه الساعه، فبيتعصب وبيعمل معاه مشكله وبيوعده انه مش هيسيبه. وبنرجع لرؤوف اللي بيحكي لولاد رزق القصه دي وبيحلف لهم انه قال الحقيقه وما كانش بيكذب وكان هيديهم الفلوس، ومش بيصدقوا رضا وبيشتبك معاه وبيفضل يضرب فيه وهو بيخاف منهم وبيمشي. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف سلطان الغول وهو بيقول لرضا انه عيل غبي ومصر يكذب ويحور، وعلشان كده هو هيخليه ينطق بطريقته، وبيؤمر واحد من رجالته يحقن رضا بحقنه في رقبته. فبيصرخ وبيساله هو بيعمل ايه، فبيشرح له انه حقنه بماده ضاره بتنشف كل سوائل الجسم وبتسبب الوفاه بعد 10 دقائق بالكتير، وبينصحه يقول الحقيقه ويعرفه مكان الساعه بتاعته، وفي المقابل هيديله الحقنه الثانيه اللي بتوقف مفعول الماده. فبيأكد له انه قال كل حاجه، وبيحكي له ان النونو بعت لهم رجالته واحتجزهم وركب لهم الاساور في رجليهم واداهم مهله اسبوع علشان يرجعوا الفلوس والا هيفجرهم كلهم. وبيوري له الاسوره اللي في رجله وبيحلف له انه ما يعرفش مكان الساعه، وبيفهمه انها لو كانت معاه كان زمانه سلمها للشاري بتاعه وخد ال 20 مليون دولار. ومره واحده بيدوخ وبيقع على الارض وبيتصدم سلطان وبيستغرب ان رضا عارف الراجل اللي هيشتري منه الساعه، وبيزعق له وبيأمره يقول كل المعلومات اللي يعرفها عن الشاري. فبيبلغوا رضا بعنوانه وبكلمه السر اللي بينهم وهي روماني كونتي. وفي نفس الوقت ده صقر بيبقى شايف رضا وسلطان في كاميرات المخزن وبيطلب من السواق بتاعه يتحرك على مكان الشاري بسرعه. وقتها سلطان بيرمي الحقنه على الارض وبيكسرها وبيشرح لرضا انه كده كده هيتوفى، وبيساله هو عارف منين المعلومات دي، فبيحكي له انهم هكروا الكاميرات بتاعته وعرفوا عنه كل حاجه، واخواته دلوقتي اكيد شايفينهم وهيجوا يخلصوا عليه، ومش بيقدر يكمل كلامه وبتنتهي حياته. وفعلا بيسمع سلطان صوت ضرب نار حوالين المكان، فبيؤمر رجالته يطلعوا بسرعه ويحتجزوا العيال. وفي الاثناء دي صقر بيروح للشاري وبيبلغ الجردات بتوعه بكلمه السر وبيعرفهم انه من طرف سلطان الغول، فبياخدوه معاهم وبيوصلوه للراجل. وطول ما هو ماشي بيفضل يتفرج على الكاميرات وبيشوف سلطان وهو بيخلص على اولاد رزق كلهم، وبيفرح وبيقفل التليفون وبيقابل الشاري في مكتبه. وساعتها بنكتشف ان الراجل اللي هيستلم منه الساعه يبقى فؤاد جمال الدين، وبيدي لصقر الفلوس وبياخد منه الساعه وبيتاكد انها اصليه. ومره واحده بيعلي صوته وبينادي على اصحابه، وفجاه بيدخل رضا واخواته والشايب ورؤوف وبيسالوا صقر عن رايه في الفيلم الهندي ده، واول ما بيشوفهم بيتصدم ومش بيقدر يقف على رجليه، فبيهديه رضا وبيطلب منه يسيبه شويه علشان يفهمه. وبنرجع فلاش باك وبنشوف رضا بعد ما ضرب رؤوف وهو بيقول له انهم لازم يفكروا في طريقه يرجعوا بيها الساعه، وبيتكلم ربيع وبيستفسر منه عن مكان صقر، فبيبلغه انه بيقعد في الكازينو بتاع شربيني. وتاني يوم رضا بيشرح له الخطه اللي هيعملوها وبيعرفهم انهم لازم يروحوا الكازينو ويعملوا مشكله هناك ويخلوا رجاله سلطان الغول يحتجزوه علشان الخبر يوصل لصقر بسرعه، ورجاله سلطان اكيد هيخبوه في مخزن المشروبات الكحوليه، وهناك هم هيحطوا كاميرات في كل حته. وبيتكلم مع رؤوف وبيأمره يتصرف باي طريقه ويتواصل مع صقر ويبعت له رساله فيها لينك تسجيلات الكاميرات، وطبعا الفضول هياكله وهيفتح اللينك وهيتفرج، وهو بقى هيفضل يرغي مع سلطان في اي حاجه لحد ما يسحبوه لفؤاد صاحبهم. ولحظتها بنشوف رضا وهو بيتفق مع فؤاد انه هيبيع له الساعه ب 8 مليون بس، وال2 مليون التانيين هيبقوا ثمن العقد اللي سرقوه، فبيوافق. وبيكمل رضا الخطه وبيشرح لهم ان سلطان الغول محدش في الدنيا يعرف شكله، وعلشان كده هيجيب مدرس الانجليزي بتاع ابنه وهيخليه يلعب شخصيه سلطان الغول، وبعدها هيروحوا المخزن وهيصوروا الفيلم ده كله وهيبعتوه لصقر. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ولاد رزق وهم بياخدوا شنطه الفلوس وبيبلغوا صقر انهم سايبين له مفاجاه صغيره مع رجاله فؤاد. وقبل ما يخرجوا من المكان رضا بيكون جايب حلق هديه لفؤاد وبيديهوله، وبيلفت نظره انه لزق مش تركيب، وبيسلموا عليه وبيمشوا. وبعد فتره ولاد رزق بيبقوا قاعدين قعده عائليه في بيت رضا، وبيجي لهم ضيف غريب وبيخبط على الباب وبيطلب يقابلهم، فبيخرجوا كلهم وبيستغربوا من شكله وبيسالوه هو مين، فبيعرفهم ان اسمه سلطان الغول وعاوز يدردش مع رضا شويه. فبيترعب رضا وبيأمر رمضان يروح ينادي على رضا بسرعه، وبيتكلم مع سلطان وبيأكد له ان الواد جاي حالا. وانتهى الملخص. فيا رب يكون عجبكم، ولو حابب تتابعنا وتشوف بقيه الفيديوهات اشترك وفعل الجرس. سلام.